تيجي 5 أسرار في شغل البيت. 5 أسرار في شغل البيت. عشان إيه؟ عشان تمتلكي يوم إنتاجي. وركزي معايا في اللي هقوله. اليوم الإنتاجي هتخلصي فيه كل اللي وراكي من غير أي تقصير. أول حاجة الاستعانة بالله. عبادة الاستعانة منسية استعيني بيها. يا رب أنا بستعين بيك، يا رب استعين بيك فأعيني يا رب. الأذكار. إيه علاقة الأذكار بالكلام اللي بشغل البيت والحاجات دي؟ تعمل لك قصة. سيدة فاطمة كانت بتعمل في بيتها، تقوم بالراحة كده، ايديها اتبرت من كتر الراحة، بتطحن القمح والغلة دي. خلاص ايديها عملت من الطحين، تعبت. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي، قالت له روح للنبي يوم السبت هات لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذهب وانا جاي لكم. عايزه تسالوا الخادم، جاريه يعني تعينها على شغل البيت والكلام ده. فقال لا، انا هقول لكم حاجه افضل من الخادم. ايه بقى؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادلك على ما هو افضل وخير لك من خادم. تسبحين الله عند النوم انتوا الاثنين، اذا اويتما الى فراشكما فسبحا انتوا الاثنين، انت وزوجك، خدي ايده كده وسبحي عليه 33، وحمدا 33، وكبرا 34، فذلك خير لكم من خادم. ايه اللي هيحصل؟ قوه ليكي تاني يوم، عزم. والله ملائكه تيجي تساعدك، والله وربنا بقى يعني ايه كما يشاء وكما يحب ويرضى. الملائكه تيجي تساعد، الحاجه تتعمل كده، بس بيبقى عندك قوه وعزيمه، وبيبقى في عندك همه، وما بيبقاش في تعب. طيب ساعه واحده، وخليكي متاكده ان ساعه واحده ببركه مليون ساعه. بس اهم حاجه تبقي منظمه فيها الوقت زي ما قلت لك. الساعه وفيها بركه افضل من 200 ساعه ما فيهاش بركه. طول ما انت بتشتغلي، يا اما الاذكار في كل غرفه زي ما قلنا، وحددي لكل غرفه فيها الذكر بتاعها. السر التاني، لما يبقى عندك اكله حلوه، ولا عندك بطايه ولا تورتايه، بتاكليها مره واحده ولا حته حته؟ مش نقطع قطع كده، ما ينفعش تتبلع، ما ينفع يعني. ما عندناش الحاجه الاوبشن اللي بيبلع الحاجه زي التمساح، ما عندناش، او زي الثعبان بيبلعها مره، لا، تاكلي حته حته. كل يوم تعملي مهمة واحدة بس. المهام العادية بتاعتك الضرورية، المواعين، الغسيل، الترويق، الكنس، المسح، ده شيء طيب. لكن خدي معاهم مهمة واحدة بس، مش صعب يعني، حاجة انت مستصعباها. زي ما قلت لك مثلا ايه، هنزل الصيفي وهطلع الشتوي مثلا. المطبخ، ظرفة من ظرف المطبخ الجميل. البرطمانات اللي ملهاش لازمة، التلميع بتاع الحاجات بتاعت التوابل مثلا، الهدوم وهتترتب بشكل معين. هلم الغسيل واكوي الحاجات بتاعت الزوج مثلا. خدي مهمة واحدة بس. التلاجة عشان خاطر التلاجة ومباهي التلاجة، وتتفتح يبقى ريحتها حلوة ومنظرها حلو. كل يوم اعملي المهام بتاعتك، خدي حاجة واحدة من اللي بتحتاج وقت، حاجة واحدة بس من المهام الأساسية. رقم 2. رقم 3، ودي الحاجات اللي بقى السهلة.